لا انا هلم هدومي وامشي، انا هشوف لي مكان اهرب فيه. انا الناس دي تعبت منهم، قاعده في امان الله في الجنينه وبشم هوا بره البيت. قلت اجيب كيس البسكوت الجميل بتاعي وكوبايه القهوه، لقيت سفيان جايب العجله وجايب لي الحاجات دي. يا ابني حرام عليك يا ابني، انتوا عايزين مني ايه؟ هو انت ولا جوزي اعمل ايه يا ربي؟ انا لازم اهرب. المهم لقيت الواد جايب لي بلح وبيقول لي يا ماما انا نفسي اكل البلح بالزبده. احنا طبعا اكلات الشتاء، وانا كنت نفسي اشرب كوبايه شاي بالنعناع، والنعناع عندي خلص، لقيته يا حبيبي جاب لي مزرعه نعناع قلب ماما الجميل. عارف ان انا بحب النعناع جدا، لقيته جاب لي كميه كبيره قوي. بس انا هوريكم ازاي بخزنها طول الشهر من غير ما تبوظ. بنخلي النعناع شهر كامل اخضر، هوريكي ازاي. ولقيته جايب طبق فراوله، هنا انا عماله اتخانق معاه. يقول لك ازاي تحتفظي بالنعناع شهر كامل في التلاجة ويفضل اخضر زي ما هو. ما شاء الله سفيان جايب لي نعناع اخضر بلدي. هنا جبت الربطه، ما شاء الله الربطه كبيره. فكيت بقى الربطه دي، واهم حاجه تشيلي العروق بتاعته. شايفه العروق بتاعته دي؟ يعني انا بشيل نص العروق، بسيب نص العروق وبشيل النص التاني. بنضفه كده بقى وانا قاعده وانا بشرب القهوه باكل البسكوت. قلت اخلص كده، اخلصه وبعد كده اخده جوه اغسله وامرشه معاكم واوريكم طريقه تخزين النعناع شهر كامل يفضل اخضر في تلاجتك. بجد خطير. زي ما انتم شايفين انا هنا هغسل النعناع. النعناع بيبقى فيه كميه طينه وحشرات وكده، فلازم تغسليه اكتر من مره. انا هنا هغسله معاكم مرتين وبعد كده هفصل الكاميرا عشان ما يبقاش الفيديو طويل. بس انا بمرشه، ولازم تحطيه في حاجه كده مخرمه عشان يصفي كل الميه، عشان لو فضل فيه ميه هيبوظ منك بسرعه. شايفين الطينه اللي بتنزل منه؟ هي كميه بلاوي بتنزل من النعناع. زي ما انتم شايفين عماله اغسله بعد ما قصقصت العروق اللي كانت مليانه طينه. هغسله بقى كذا مره بالطريقه دي واسيبه يتصفى في المشنه، ونشوف هنخزنه ازاي يقعد معاكي شهر اخضر. هجيب بقى شويه البلح عشان اعمل له طاجن البلح بالزبده، اللي هو المحمر ده بيعشقه المجرم. رايح مخصوص يجيب لي شويه طلبات البيت، قلب ماما الجميل. ربنا يحفظه ويحفظ حبايبكم يا رب. هنا هغسل البلح كذا مره زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى افصصه كده، اشيل القشره اللي فوق. وعارفه انت الطاقيه بتاعته اللي تحت دي لازم تتشال، عشان لو اتغمست بالعيش بتبقى ممكن تخليهم يخسروا سنه، تتكسر ضرس كده يعني، فبلاش يخسروا اسنانهم. فلازم نشيل الطاقيه اللي تحت دي بتبقى ناشفه، ونشيل القشره ونشيل البذره ونقسمه نصين كده. بحط عليه معلقه زبده، بحطه بقى على النار، بيبقى متشوح كده ومحروق شويه، بيبقى طعمه حلو قوي بالعيش. ويا سلام بقى لو حبه جبنه قديمه جنبه، يا خرابي. بصوا، قنبله يا جماعه، قنبله. سفيان بيعشق الطاجن ده. هعمل له شويه البلح بتاعه زي ما انتم شايفين، هخلصهم ونقعد نخزن مع بعض النعناع. انا بقى هقفل معاكم الفيديو وبعد كده هعمل له البلح بالزبده على البابور. عندي هنا بقى علبه فاضيه تكون نظيفه وملهاش اي ريحه، ولا تكوني حاطه فيها اي حاجه تكون كارفه ريحه. هحط مناديل مطبخ، او حطي اي مناديل عندك. ممكن تحطي فوطه بيضه بتاعت مطبخ نظيفه، المتاح عندك حطيه. هنا النعناع اتصفى كويس جدا من الميه، هبتدي بقى اضغطه كده. او ممكن تحطي قطن، فوطه فوطه مطبخ بيضه بتغسليها وبتشيليها. مناديل مطبخ، مناديل عاديه، اي حاجه، ورق ابيض، اي حاجه يمتص الرطوبه والميه اللي هتنزل من النعناع. زي ما انتم شايفين كده انا بحط النعناع وبضغطه في علبه كويس جدا، ولازم العلبه دي يكون لها غطا محكم عشان ما يدخلش هواء. وهيقعد معاكي شهر كامل اخضر بالطريقه دي. تعملي بقى شويه شاي بالنعناع، شويه ليمون بالنعناع دافي. انا طول الشتاء ليمون بالنعناع سخن.